السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. معاكم مطبخ ام فهد. اللي اول مرة يشوفني اعمل لي اشتراك في القناة، اعمل لي لايك وشير عشان يوصلكم مني كل جديد، ونفضل مكملين مع بعض بإذن الله. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة جميلة جدا، زي ما انتم شايفين حاجة غنية عن التعريف من جمالها وشكلها تحفة. هنعمل مع بعض النهاردة الكسكسي، حاجة أكلة جميلة. للناس، في ناس كتير ما بتعرفش تعمله، فهنبتدي نعمله مع بعض خطوة بخطوة النهاردة. عمايله سهلة جدا ومفهوش اي افتكاسات ولا اي شيء، يعني هنبتدي مع بعض نعمله خطوة خطوة، هيطلع معانا ناجح وهيطلع معانا مظبوط بإذن الله. معانا كده حبايبي 2 كيلو من الدقيق. طبعا انت تقولي انت بتعملي كميات كبيرة، بس انا بحب اعمل حاجات كميات كبيرة شوية. معانا بقى ال2 كيلو من الدقيق دولت، حطيت في الكسرونه اللي انت شفتها دي نصها ميه، يعني كوبايتين ميه. نزلت عليهم بمعلقتين سكر عشان يبقى مسكر كده معانا الكسكسي وجميل، ومعلقه ملح كبيره. وهنا بقى رحت حاطه معلقه كبيره بيكنج باودر، وحطيت 3 معالق زيت. والزيت عشان خاطر لما نيجي نطيبوه ما يبقاش متماسك في بعضه كده، يبقى مفرفر وجميل. والكوبايتين المية نزلت بيهم، نسقسق كده حاجة بسيطة، ونبتدي ان احنا نبسس بايد. يعني بننزل كده بايد، وايد التانية شغالة بنبسس الدقيق بشوية المية. ما بننزلش بكمية المية مرة واحدة علشان خاطر ما يتحولش معانا الى عجينة وكتلة. فانا كده بنزل كده ايه، ببسه واحدة واحدة علشان خاطر يبقى معانا محبب كده زي حبايات الرمل كده، ما يبقاش فيه اي كتل ولا اي حاجه. هنبتدي بقى ان احنا نبس كده بعد ما نزلت كوبايتين الميه. طبعا زي ما انتم شفتوني انا نزلتهم واحده واحده، الفيديو مسرع بس انا منزلاهم واحده واحده. انزل شويه وابتدي ان انا ابس بايدي. طبعا انا كده نزلت كوبايتين الميه بالظبط، فهبتدي ان انا ابس جامد. زمان هي الحركه ديت ان انا باخد شويه الدقيق بين ايديا كده لحد ما يبقى زي ما انتم شايفين كده، ما عادش معايا ولا دقيق خالص، مش باين خالص دقيق، واخد اللون كله زي ما انتم شايفين دهبي اهو، وعامل زي حبايات الرمل ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف في ايديا عامل ازاي، باخده بين ايديا كده وبعضها واقعد ابس فيه كده، ما شاء الله تبارك الرحمن. حاساه كده في ايدي عامل زي البقسماط ناشف المطحون، زي حبايات الرمل ناشف كده وجميل. طبعا كنت خلصت الكمية بس زي ما انتوا شفتوا، فجبت منخل. هو بيبقى العيون بتاعته واسعة شوية صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي انزل بيه من المنخل. ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا الجمال، بصوا الجمال، حبايات رمل ما شاء الله تبارك الرحمن، جميل وناعم ازاي. طبعا انا بحط الكربونات البيكنج باودر علشان خاطر يبقى خفيف في الاكل، وخفيف كده ايه ما يبقى هش كده وجميل، وبيفرق معانا طبعا في الطعم. هنا حبايبي بعد ما خلصت الكميه طيبتها زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا الجمال، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم احسن بين ايدينا يا رب. شفتوا جمال، الله اكبر تبارك الرحمن. طلعته بقى من حطيته في حله انا البخار طيبته، ونزلته زي ما انتم شايفين معانا الخطوه دي. ونزلت عليه بالسمنه زي ما انتم شايفين، عباره عن نص كوبايه كبيره من السمنه عشان هي كميه كبيره. وزي ما انتم شايفين الله اكبر تبارك الرحمن. بجد والله الكاميرا عندي ظالمه اللون بتاعه كان اصفر جميل ما شاء الله، عامل زي حبايات الرمل ازاي تبارك الرحمن. سهل وخفيف واي حد يقدر يعمله، مفهوش مش معقد ولا اي حاجه. ما تنسوش بقى يا حبايبي تدعموني بلايك وشير عشان يوصلكم مني كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.